السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يمسيكم بالخير والعافية. وش حالكم؟ عساكم طيبين. بشرونا عنكم وعن أوضاعكم. الله يجعلكم بخير وفي خير وإلى خير يا رب العالمين. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم عندي لكم قصة وقصيدة للشاعر الكبير المعروف لافي بن حمود الغيداني. لافي بن حمود الغيداني يوم من الأيام مودي رايح ياخذ ولده من المدرسة الثانوية، ويجيه واحد من أخوياه ولده. قال الشاعر: لا أنت الشاعر لافي حمود الغيداني؟ قال: الله وصلت. آمر. قال: ما يامر عليك عدو، أنا فلان، وادرس الحين في الصف الثاني ثانوي، وبفزعة الله ثم فزعتك أبي لما تخرجت تسجلني في كلية الضباط. قال لافي بن حمود: شد حيلك وجب نسبة طيبة وابشر على خشمي. قال: بيض الله وجهك. راحت الأيام وجت الأيام وتخرج الولد من الثانوية بنسبة 95. ثم راح البيت لافي بن حمود الغيداني وطق الباب، وفتح الباب ولد لافي وشاف خويه له والله انه ما ينكره، رحب به وهلا به وقلطه. قال خويه: ابي ابوك. وين ابوك؟ قال: ابوي يجي هالحين. جاء لافي بن حمود ورحب بالولد. قد نسى الموضوع لافي بن حمود، نساه ما عاد على باله. قال الولد: يا لافي انا جايك ادور وعدك. قال: وش وعدي؟ قال: وعدك اللي في اليوم الفلاني يوم جيتك عند السيارة وطلبتك الطلبة الفلانية وقلت لي شد حيلك وجب نسبة طيبة وابشر على خشمي. قال ولد لافي: قال: يا ابوي صحيح الرجال جاك وانت قلت له ابشر على خشمي، شد حيلك وابشر على خشمي. قال لافي، ذكر لافي بن حمود وقال: ما يدل ولد بكرة الصباح تجيني انت وابوك هنيا. قال الولد: ابشر على خشمي. جاء من اليوم الثاني في الصباح وجاء الولد وابوه. قال لافي يا ابن حمود: انا لابو الولد انا استاذنك اباخذ ولدك معي للرياض، هم في المدينة المنورة. قال: اباخذ ولدك معي للرياض وان شاء الله ان الله يقضي لزومه باذن الله. قال ابو الولد ولدك وما عندي مشكلة. فقال قصيدة: انت يا لافي ابن حمود، بعطيكم اياها بعد السنابة ذي. يا راكب من فوق زينة غناج اللي على خشمه رموز الولاية، جمس اليمنه مشى تقل ميراج من سرعته يختل وزن المراية، وجهه يعزل الريح تعزيل الأمواج بنحور سفن البحر لا هب حاية ما يصير له صلف الهواء عوق وازعاج في مقدمه ضد الهبوب انحنايه مترفع بينه وبين الوطا صاج للقير والكرتير ركب حمايه وليا عطاله مع هتايف وبطناج حضن الحنون المستحق الرعاية صوته اليقام تدراج كنه على سموعك يرتل لهايه ما ردني عن قيمته هرج هراج يوم اهتويت وكل شيء هوايه أبيه لجني هواجيسي أفواج والكل منها يقول هذا سراية نهاجت منهاج ما هو بي منهاج يبعد
نهجت منهاج ما هو بي منهاج يبعد عن صباحي مسايا، واليوم جيت بنحره عد هداج يروي ضما غيري ويروي ضمايه. ابو ذعار هذا قايد الكليه، ابو ذعار، ونلبس من الفخر تاج للجمس، واللي كلف الجمس غايه. يا شيخ انا جيتك وانا محرج احراج فزاع واستفزعك، لحدز ملايه شبل يدور له على يدك مخراج. الله لا يقطع رجاه ورجايه، قد قلت له كلمه ولا عاد يحتاج، واليوم جاي يمي يدور وفايه، وان ما وفيت بكلمتي صرت هلباج. وانا ادري انه ما يسرك ردايه، لولاك يا ابو ذعار ما جيت نهاج، وراي ما في معه وانت ورايه، يا سيف يلي ذاخره كل محتاج. افرح باصحابي وزعل عدايه. الله الله. وبعد ما قال القصيدة هذه ابو ذعار قال ابشر، اللي هو مدير الكلية، قال ابشر، وسجل. والولد الآن الله يوفقه ويخليه لشيبانه، الولد الآن حسب كلام الرواه انه برتبة رائد في الرياض، والله يوفقه ان شاء الله. وحبينا ان نعطيكم ذا القصة ونسمعكم اياها ونوسع صدوركم بها، وانقصر منها شيء فعذرونا، لا كامل الا وجه الله سبحانه، ودعمكم لا تخلوني منه. والله يحفظكم ويرعاكم، واستودعناكم الله.